عملنا احلى شويه كركديه، وكمان الزهره مش هترميها تاني ابدا، لان هنعمل بيها المربى التحفه دي. تعالي بس قربي كده، حاجه كده حلوه قوي، وكمان ما تجزعش النفس. من احلى انواع المربى لانها فيها مزازه حلوه كده. يلا بينا نقولك عملنا الزهره الحلوه بتاعه الكركديه مربى ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا النهاردة، طبعا الجو حر قوي فبنبقى محتاجين مشروب، يعني مش لازم بس المشروب يبقى في رمضان. طبعا احنا هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل مع بعض كركديه. هنعمله بطريقة يعني الكركديه معروف، يا بتغليه يا بتنقعيه. خلاص كده. بس الجديد بقى ان احنا النهاردة لما نعمل الكركديه مش هنرمي الاوراق بتاعت الكركديه ديت، وهتستغليها بعد كده. خلاص مش هترمي الورق بعد ما بتاخدي منه اللون اللي انت عايزاه والطعم طبعا بتاع الكركديه، مش هترميه خالص. ليه بقى؟ لان هنعمله مع بعض مربى حلوه قوي قوي قوي، بيبقى فيها مزازه جميله جدا. انا الكركديه الحقيقه جبت تقريبا دول من الكركديه يعني خفيف قوي، فجبت اللهم صل على النبي ربع كيلو، فتحسوا ان هو كتار. بس احلى حاجه فيه ان الكركديه ما شاء الله الزهره بزهرتها كده. يعني المره كنت اجيبه ساعات يبقى متكسر قوي، لكن ده حاسه ان هي كل زهرايه مع نفسها بالشكل ده كده. طب المهم انا بنقيه الصراحه الاول من اي تراب، من اي قش ولا حاجه. خلاص نقيته طبعا مع نفسي كده قبل ما اصور. دلوقتي الكركديه طبعا بيتعرض للتراب، يعني بطريقه طبعا عبل ما بينشف وكده بيتعرض بقى للتراب ولا والكلام ده. فانا الصراحه ما بقدرش اشتغل فيه على طول. لازم قبل ما اشتغل في الكركديه احط الميه اللي هسوي فيها. لازم الحقيقه اللهم صل على النبي اغسله كويس قوي. طيب احنا هنعمل الكميه دي كلها ليه؟ انا قلت بالمره، لان انا الحقيقه هعمل شويه كركديه كتار. انا ممكن اعمل نص الكميه واشيل نصها، بس قلت لا، خليني اعمل كميه كبيره، منها اطلع المربى ومنها اشيل اللهم صل على النبي، اشيل بقى الكركديه ممكن في الفريزر الجو حر نطلع كده ونشرب حاجه ساقعه. المهم هحط ميه دلوقتي على الكركديه بتاعي وهشطفه كويس قوي. هشطفه مره واشوف لو بقى محتاج تاني، يعني محتاج انه يتغسل مره تانيه هنغسله مره تانيه، بس طبعا بحركه سريعه، لان طبعا انتوا عارفين الكركديه بسرعه يطلع اللون. بس انا ما اقدرش الحقيقه، حتى لو هيطلع نص اللون ما اقدرش اعمله على طول من غير ما اغسله. هجيب حله بقى على السريع بقى. انا ممكن احطهم في مصفى واغسله، بس الحقيقه لا، انا بحس انه كده حتى لو في تراب او رمله او حاجه بتقعد في القاع، لكن في المصفى واي بقى ورقه كده بتبقى شكلها مش عاجبني بشيلها بسرعه. بصوا بقى اللون الاحمر اللي نزل ده ممكن تستغلوه في حاجه، انكم تغسلوا بيه مثلا الالمونيا. حطيه في لبانه، في فواله، اغليه غلوه كده. اللون اللي نزل منه ده بينضف الالمونيا والحاجات دي قوي. هوريكم بس دلوقتي ان انا بلم كده وهصفي الميه دي واوريكم يعني ايه اللي طلع من الكركديه وانا بغسل. طلعت بقى الكركديه كله من اللهم صل على النبي من الطبق. تعالوا بس نصفي الميه دي. على فكره الميه دي كمان غير ان انتم ممكن تستعملوها في غسيل ألمونيا عندكم، ممكن تعجني بيها حنه. وبعدين شويه اللون دول ما يجوش حاجه جنب صحتنا يا جماعه. الورق بجد بيبقى عليه كميه تراب، هوريها لكم دلوقتي. بصوا انا بصفي اهو. انا ما رضيتش اعمله على الحوض عشان اوريكم المنظر ده، لاني بشوف الحقيقه ناس. بصوا الطينه، بصوا الطينه والرمله. يعني انا لا، حتى لو هفقد من اللون كتير لا. بصوا الرمله، بصوا تخيلوا ده يبقى في الرمله والمنظر ده يبقى في المربى، او قولي في الكركديه هيتصفى ويقعد تحت. طيب ماشي، المربى اللي هنعملها مع بعض لا، انا على الوضع ده هشطف كمان مره. حطيت ميه نظيفه وهشطف الكركديه بتاعي كمان مره على السريع قوي، ميه ساقعه عشان احنا مش عايزينه يخلط لون بسرعه يعني. بصوا بقى تقليبه كده حلوه كده اهو، عشان بصراحه الرمل انا ما استحملوش خالص الصراحه. مش هعرف اكل الحاجه بنفس وانا حاسه انها مش نظيفه. طلع كده اهو واحط في الحله اللي جنبي. بصوا الترابه والحاجات، الترابه والرمله اللي طلعت برده بعد الغسيل المره التانية. بصوا ترابه خالص اهي. فكونوا حريصين انكم تغسلوه اكتر من مره. بعد ما غسلناه بقى اكتر من مره وشطفناه كويس قوي، هحطه في الحله كده واحط عليه ميه مغليه من الكتل. ممكن تولعوا عليه بقى في اللحظه دي في ساعتها يعني، بس الحقيقه انا مش هولع عليه دلوقتي، يعني مش مستعجله عليه. هغطيه بالميه المغليه وهسيبه بقى محطوط كده على الرخامه لبكره لتاني يوم. يعني انا دلوقتي بعمله بالليل، لتاني يوم يتنقع الزهره كده تفتح براحتها
وتنفش براحتها كده وتخلط اللون بس براحتها. بعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد ما نقعنا بقى الكركديه بتاعنا لمده ليله، بصوا ما شاء الله الزهره تحس ان كبرت كده وطريت قوي. في المرحله دي بقى عايزه اخد الزهره بتاعه الكركديه علشان هنعمل منها مربى. طبعا الميه دي كلها مش هنعوزها، الميه دي هنعمل لها عصير بقى، نحط ازاز عصير كده نحطه في اكياس ونحطها في الفريزر، نعملها ازاز ونحطها في التلاجة على حسب الكميه يعني. المهم ان انا هاخد الزهره دي كلها كده اصفيها واحطها معايا في الخلاط، او ممكن تحطيها في حله تانية وتضربها بالهاند بلندر. بعد ما خدنا بقى الزهره كلها بالشكل ده حطيناها في خلاط، هحط تقريبا عليها يعني كوبايه وكوبايه ونص كده من العصير، من عصير الكركديه، مش اكتر من كده عشان ما يقعدش وانا بسويه على النار، ما يقعدش وقت طويل قوي يغلي عبال ما يبقى مربى. فتقريبا الكميه اللي انا حطاها دي هحط لها مثلا من كوبايه ونص كوبايتين كركديه. هروح اضربهم بقى ضربه مش قوي، مش هخليهم ميه بس يتقطعوا شويه حلوين يعني. بقى بصوا ضربت الزهره بتاعت الكركديه، مش خليتها ميه يعني، متكسر كده، فرفت بالشكل ده كده اهو، يعني متقطع حتت صغننه قوي. طبعا الكركديه ميزز ممكن ما احطلوش اي اضافه يعني، لا ملح ليمون ولا ليمون عشان ما يسكرش، بس للحقيقه على زياده اطمئنان يعني فاحط نص ليمونه بس. وكده كده يعني ايه في المزازه ممكن ما تحطيش عليه حاجه خالص، بس انا لا زياده تاكيد هحط له نص ليمونه عشان ما يسكرش مني واحنا بنعمل المربى. طيب المربى دي تقريبا الزهره ديت كلها كده تقريبا تيجي قد ايه؟ يعني هنقول تقريبا كده، احنا قلنا هو كان ربع كيلو كركديه بعد بقى ما شرب ميه والكلام ده، تقريبا بتاع نص كيلو. هتحط عليه قد ايه سكر؟ هو في الطبيعي كيلو اي كيلو مربى، اي نوع فاكهه او اي نوع مربى هتعمليها، النص كيلو بياخد الكيلو بياخد نص كيلو سكر. بس الحقيقه انا عمري ما عملت مربى بالطريقه دي، بحط سكر يعني زي ما بيقولوا كده بمزاجي، يعني الكيلو بحط له نص بس، فده تقريبا نص، هحط له تقريبا كوبايتين او كوبايتين ونص كده من السكر. يعني بحط له يعني ايه يعني بالنظر بمعنى اصح، يعني ده تقريبا هيخد قد ايه؟ تقريبا خد يعني نص كيس السكر، يعني تقريبا ده بقى نص كيلو، الله اعلم هو قد ايه بالظبط بعد ما شرب الميه. فانا حطيت له تقريبا كوبايتين ونص من السكر. هقلبه بس شويه حلوين كده لحد ما احس ان السكر داب شويه، وهروح اولع عليه على البوتاجاز على نار هاديه خالص. خدوا بالكم الحله اللي انا بسوي فيها دي حله ستانلس، فطبعا علشان حتى لو انتوا حطيتوه في حله مش ستانلس برضو على نار هاديه يغلي، تروحي مهديه النار خالص بقى يستوي براحته خلاص، لحد ما يبقى ايه هوريكم لحد ما يبقى عامل ازاي بعد ما يستوي. دقت السكر قبل ما اولع عليه على النار، دقته كده حسيت انه مش هيبقى مربى، يعني طعمه مش مربى قوي لان الكركديه مزز قوي، فانا كنت حاطه كوبايتين، دلوقتي حطيت كمان كوبايه ونص، بقوا 3 كوبايات ونص. 3 كوبايات ونص على ربع كيلو كركديه وهو ناشف مش وهو كده. خلاص انا حطيت عليهم 3 كوبايات ونص. انت ممكن تزودي على فكره، عايزه تحطي اكتر براحتك، بس عشان ما يبقاش مسكر قوي. مغلي كده بالمنظر ده هديت النار خالص، لازم تهدوا النار عشان ما يتحرقش منكم. خلاص كده بصوا اهو، سيبوا بقى على النار كده لحد ما يستوي. طبعا هو دلوقتي بترفعي بالمعلقه كده تحسي انه نازل زي الميه، يعني لسه ما بقاش مربى خالص لانه طبعا لسه ما استواش. لما يستوي بقى هيختلف طبعا السمك بتاعه خالص، وهتبصي تلاقيه تيجي تنزليه كده يبقاش بينزل بسهوله، ولمعته كمان بتزيد. فهسيبه بقى كده على نار هاديه لحد ما يستوي، وهنرجع مع بعض تاني اقول لكم ايه شكله بيبقى ازاي وتعرفيه ازاي انه استوى. بصوا استنوا بس ناخد شويه كده من اللي هو الصوص اللي هو الاحمر ده عشان اوريكم الفكره. بصوا يعني زي الشربات كده لسه ما تقلتش، لما يتقل بقى بتنزل من على المعلقه اصلا بصعوبه. الصوص اللي كان فيه تقريبا نشف، ما عادش فيه خالص شربات، يعني الزهره اتشربت كل الشربات. بناخد حاجه بسيطه قوي كده بنحط على الطبق جنب مننا كده اهو، يعني بصوا مثلا دي شويه صوص اهو مكان شويه زهر، بتروحي شقاهم بالمعلقه بالشكل ده، لا جم يمين ولا شمال اهو، يعني تحسي الشق اللي انت فتحتيه من النص ما بيسيلش عليه اللي في الجناب. خلاص كده المربى بتاعتنا استوت، هنطفي عليها بقى ونسيبها تهدى وبعد كده نعبيها مع بعض بقى. بس ما بردش قوي الحقيقه، هجيب بقى كده برطمان يكون متاكده جدا من نظافته، يكون برطمان نظيف واعبي فيه يعني متعقم بمعنى اصح.
ممكن تحطيه في ميه مغليه تعقميه، او ممكن بقى بعد ما تغسليه تحطيه في الميه المغليه للتعقيم، تحط شويه خل كده تنشفيهم. يعني المهم عقمي بقى، المهم البرطمانات كويس قوي عشان ما يبص منك. خلاص كده هعبيهم بقى في البرطمانات كلهم. بصوا الشكل واللون، حاجه كده بصراحه وهم، هتعجبكم جدا. بس وانتوا بتعبوا تقلبوا كده عشان ما تاخدوش ايه، الكميه كلها تكون من غير صوص كده. من شويه كركديه كده عملنا شويه المشروب بتاعنا، طبعا المشهور اللي بنعمله على طول، يعني ده اي حد بيعرف يعمله. وعملنا كمان المربى التحفه دي، قربوا بس كده من شويه كركديه يعني. بصوا ما شاء الله اللون، حاجه كده وهم. الزهرة عايزه اقول لكم انها مستويه قوي، طعمها حلو قوي قوي، وكمان مش من المربى اللي هي تجزع النفس. يعني المربى بصراحه طعمها تحفه جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.